السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه البانيه بخلطه حلوه قوي بتتبيله سريعه كده هيشربها على طول. يعني لو انتي مستعجله مش لازم تحطيه في التلاجة ولا تسيبيه شويه في التتبيله ولا حاجه، هيشرب الخلطه بسرعه وهيكون طعمه حلو قوي. وكمان هنقليه بطريقه حلوه، هيكون مقرمش وهيفضل مقرمش من بره حتى بعد ما يبرد، ومن قلبه هيكون طري وحلو قوي. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معايا كيلو بانيه، هحط عليه بصلتين متوسطين او بصلايه واحده كبيره، وواحد فلفل حار، ونص واحد بس فلفل احمر. اضربهم في الخلاط او في الكبه واحط عليهم حبه ملح. بعد ما اضربهم واقلبهم كده في الملح واسيبهم 5 دقايق لحد ما ينزلوا ميتهم. بعد كده احطهم في مصفى واعصرهم كويس من الميه بتاعتهم، لان الميه دي بقى هنقع فيها البانيه هيكون طعمه حلو قوي، احسن ما نحط عليها البصل والفلفل والحاجات دي. لو حطيتي بصل وفلفل برضو عادي، بس سيبيها شويه عشان تشرب منهم. هين كده انا خدت الميه بتاعتهم واحط عليها بقى البهارات. حطيت سنه زنجبيل، وحطيت توم بودره وبصل بودره وبابريكا وفلفل اسود، وطبعا الملح انا حطاه على البصل. ودي مكعب مرق ده اختياري، لو بتحبيه برضو بيكون طعمه حلو. وهحط كمان معلقه كبيره كده دبس رمان، لو موجود عندك حطيه، بيدي طعم حلو قوي لتتبيله الفراخ. وكمان هحط معلقه كبيره مستردة. لو مش متوفرين الحاجات دي مش مهم، بس هما بيدوا طعم حلو للفراخ. وكمان هحط معلقتين 3 كده لبن رايب، او ممكن تجيبي كوبايه زبادي اللي هي الصغنونه خالص، دي على قد الكيلو البانيه. وهعصر كمان ليمونه كبيره ومعلقتين خل. بس كده اغلب بقى الخلطه دي كويس. الخلطه دي سريعه، اقلبها كويس بس الاول ما يبقاش فيها اي فتافيت كده من الزبادي. وبعد كده انزل عليها بالبانيه اللي انا مقطعه. ده كيلو صدور على بعضيها، وانا قطعته بانيه عملته بالحجم ده. وخليت حوالي ربع كيلو او 200 جرام بس، هعملهم افرمهم اعملهم كفته كده بالبطاطس، تبقى حلوه قوي للسندوتشات او سندوتشات المدرسه. احط البانيه كله بقى عندي واقلبه كويس. هعمل بقى الخلطه اللي هقلي بيها. حطيت حوالي كوبايه فيجيتار ناعم وكوبايه بقسماط وكمان كوبايه فيجيتار من الخشن بتاع بانيه الشركات، بس طحنته شويه، ما سبتوش خشن قوي، طحنته شويه وحطيته عليهم. وكمان زودت عليهم معلقه سمسم ومعلقه حبه البركه، تديله طعم وريحه حلوه قوي. وجيت بقى الخلطه دي بعد ما حطيت فيها الفراخ حطيت عليها بيضايه، ضربت بيضايه واحده كده وحطيتها عليهم. ودلوقتي بقيت اضغط على قطعه البانيه كده كويس في قلب الخلطه دي واحط في الزيت. اضغط عليها كويس في الخلطه وانفضها كويس عشان خاطر ما تبهدلش الزيت، واحطه في الزيت. لازم الزيت يكون سخن جدا، وخلي النار متوسطه عشان خاطر تستوي وما تتحرقش معايا. وفي نفس الوقت ما تكونش النار واطيه قوي، لان لو النار واطيه قوي الكفر بتاع الفراخ دوت هيفك وهيشرب زيت. اضغطه كويس وبعد كده انفضه كويس برضو واحطه على طول في الزيت. وكمان بحب احطه في الفيجيتار اطلع على الزيت على طول مركنوش، لان لما بيتركن بيفك الكفر بتاعه دون في الزيت. يبقى لازم الزيت يكون متوسط، ما يكونش برضو بارد قوي. وفي نفس الوقت اكون لسه مطلعاه من الفيجيتار على طول. كده هيكون مقرمش معايا وهيكون طعمه حلو، مش هتبقى القشره بتاعته طريه. لكن لما بعمله واركنه القشره بتبقى طريه. كده مقرمش جدا من بره، طعمه حلو قوي. وكمان السمسم وحبه البركه مدينه طعم حلو. من بره مقرمش وبعد ما برد كمان فضل مقرمش. ومن جوه الفراخ طريه وشاربه من التتبيله حلوه قوي. الخلطه دي حلوه قوي. الميه بتاعت البصل كده والميه بتاعت الخضار، البانيه شاربها كويس ومديلها طعم حلو قوي. قليت كله بقى بنفس الطريقه. بعد ما خلصت طبعا اللي فيه دوت السمسم وحبه البركه، جميله جدا وقلبها ابيض ومستويه وطعمها حلو وطريه جدا من جوه. من بره كمان الكفر بتاعها مقرمش وطعمه حلو. جربيه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.